معصية، فيكم واحد مصر على الذنوب والمعاصي والكبائر بسببه منعنا الرحمة من السماء، وكأن النداء يعود مرة أخرى. فيكم واحد تسبب بحرمان الجميع، فليخرج من بيننا، يطلع عشان الرحمة تنزل. فإذا بهذا الرجل العاصي يطالع يمين ما حد طلع، شوف يسار ما حد طلع، علم أنه المقصود فأدخل رأسه في ردائه يبكي. الحين انكسر القلب، حين الندم بدأ، حين الدموع فاضت، فقال ربي تبت إليك ورجعت إليك واستغفرتك يا رب فلا تفضحني. تاب. وموسى ناطر ما حد طلع، وينادي بالناس وما حد راضي يطلع عشان يعيد الصلاة، ولم يخرج أحد. فجأة إذا السماء ترعد وإذا المطر ينزل، فقال موسى يا ربي نزل المطر ولم ندعوك، نزل المطر ولم يخرج العاصي من بيننا. فقال الله لموسى بهذا الرجل منعتم المطر من السماء، وبسببه وتوبته أنزلت لكم المطر من السماء. مو عشانك يا موسى ولا عشان الداعين، بل لأجله نزلت الرحمة من السماء. لأجل من؟ لأجل منكسر للقلب، لأجل عاص تاب وندم، لأجل رجل ندم الآن بيننا وتذكر ذنبه وفاضت عيناه، رحم الله الجميع. أخي الحبيب، الليلة فرصتك. الله يقول أن كل البشر خطائين، بل الله يقول في القرآن أهل التقوى يقعون حتى بالفواحش. أهل التقوى والذين إذا فعلوا فاحشة، تقي قصت على نفسه، تقي زلت قدمه، تقي الشيطان خدعه، بشر إنسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كبيرة ولا صغيرة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من شروط التوبة أنك تندم، والندم انكسار قلب ترى داخل. أحيانا تدمع العين، أحيانا يرجف الجسد، أحيانا يحتز الإنسان، هذا ندم. اثنين، تعاهد ربك الحين ما في عودة خلاص، هذه الأرقام كلها امسحها، الصور كلها اشطبها، أفلام كلها اكسرها، الأغاني احذفها، صلاتي اللي تركتها أبدأ من الحين، أمي اللي عققت أرضيها، أرحام اللي قطعت أصلها، الربا أوقف عنه، تبدأ من الليلة. تعاهد ربك خلاص، يا رب دخلت إنسان طلعت إنسان ثاني، ويبدأ أول ما يطلع يعيد للناس حقوقهم ويبدأ صفحة جديدة بينه وبين الله. رجل ليختم بهذه القصة، رجل من التابعين كان يشرب الخمر، كثير الشرب بالخمر، حتى تزوج فتوقف، ورزق ببنت سماها فاطمة، أحبها حبا جما، حب عظيم. صارت البنت عمرها 3 سنوات، تعلق القلب بها فماتت، ماتت بين يديه. فرجع لشرب الخمر مرة أخرى، من حزنه وألمه ما لجأ إلى الله، لجأ للخمر. وفي ليلة من الليالي من شدة بكائه وحزنه وشربه أخذته غفوة، نام، فرأى في المنام أن الساعة قامت، وأن الناس يموجون، وأن البحار سجرت، وأن الكواكب تناثرت، وأن النجوم انكدرت، وأن العشار عطلت، وأن الوحوش حشرت، وأن الرؤوس شابت، والناس يتجمعون وهو يركض معهم لا يدري أين المسير. يقول فجأة سمعت المنادي ينادي باسم كل واحد، ورأيت وجوها قد اسودت. يقول حتى جاء دوري، أين فلان ابن فلان؟ يقول فلما نودي باسمي اختفى الناس في الرؤيا، يقول اختفى الناس، فظللت لوحدي في المحشر، ما الذي سيحصل لا أدري. يقول فجأة فإذا بثعبان عظيم يأتي باتجاهي، فهربت وأنا أصرخ أنجدوني ولا أحد،
يقول فرأيت من بعيد شيخا كبيرا ذو لحية بيضاء ضعيف، قلت أدركني، قال لا أستطيع. ثم قال لي اذهب إلى هذا الجبل فربما هناك من يدركك. يقول فأسرعت إلى الجبل والحية ورائي. يقول فلما وصلت فإذا بالأطفال يقولون يا فاطمة أدركي أباك. يقول فرأيت ابنتي، يقول فجاءت إلي مسرعة فحضنتها، فلما حضنتها هرب الثعبان. فقالت البنت يا أبي نحن في الجنة الآن، أرأيت الثعبان عملك السيء، وأرأيت الرجل الضعيف الكبير المسكين عملك الصالح الذي أضعفته يا أبي. ثم قرأت الفتاة في المنام على أبيها يا أبت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ففزعت من نومي وأنا أردد الآية ما أدري السالفة. يقول فتوضأت ثم ذهبت إلى المسجد، فلما دخلت إذا الإمام يقرأ الآية نفسها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فقلت بلى آن. فصار التابعي الجليل مالك ابن دينار رحمه الله الذي كان يقوم كل ليلة فيبكي، الذي إذا قرئ القرآن عنده يبكي ويغمى عليه، إنه من أشد التابعين عبادة وفقها وإيمانا بسبب رؤيا غير الله حياته. ابدأ من الليلة لتدمع العين، تذكر رحمة الله أوسع مما تتصور، مهما فعلت فإن رحمة الله أوسع من ذنبك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.